هذا الرد الإيراني الآن وضع نتنياهو عند حده. كان يتصرف مثل الطاووس، كان يعتقد أنه سيحكم المنطقة العربية كلها، جميع الدول العربية. هذه الضربة حقيقة كانت قاسية وكانت مؤلمة وكانت مدمرة بالنسبة له. يكفي أن نتنياهو وجالنت وزير دفاعه ووزير حربه قضوا ساعات تحت الأرض، في نفق تحت الأرض. يكفي لجوء أكثر من 3 مليون يهودي في فلسطين المحتلة إلى الملاجئ للنجاة بحياتهم. حالة رعب، حالة هلع، حالة خوف. هذا يؤكد بأن هذا الكيان الآن يعيش أسوأ أيامه، وأنه لم ينتصر باغتيال حسن نصر الله. بالعكس، أنه المعنويات العربية والإسلامية الآن ستصعد. حصلت نكسة، نعم. حصل اغتيال لم نتوقعه، نعم. صار في هناك حالة نفسية سيئة ويأس، نعم. لكن الآن ستعود هذه الحالة المعنوية العالية جدا من خلال الأكثر من 250 صاروخا أطلقت من إيران على دولة الاحتلال. الأمر الآخر أيضا، حزب الله عاود إطلاق الصواريخ على تل أبيب وعلى حيفا وعلى صفد وعلى نهاريا. هذا يعني بأن الكيان كله أصبح حقيقة فوق سطح ملتهب وليس ساخن فقط. ما ردتش إيران، لم ترد على اغتيال الإسماعيل هنية، كمان أيضا لم ترد على اغتيال اللي هو العديد من رجالها في سوريا وفي غير سوريا. كمان لم كان ماذا حصل؟ إنه العدو الإسرائيلي تمادى بغطرسته وأقدم على جريمة كبرى، وهي اغتيال السيد حسن نصر الله. فهذا الاستفزاز لإيران. طبعا إيران واضح جدا أن إسرائيل ستستمر في هذه الاستفزازات، ستستمر في هذه الإهانات، ستستمر في عدوانها. واليوم شفنا أو بالأمس غزو بري للبنان. طيب لمتى حتستمر؟ هم يدفعون لأن تقدم على ضربة ربما لإشعال حرب إقليمية. تشعل الحرب الإقليمية. كمان إيران عندها صواريخ وعندها غواصات وعندها كمان مسيرات وعندها قدرة ضاربة عالية جدا. إسرائيل إذا حاولت أن ترد فهي ستتلقى ضربات قاسية جدا. أفغانستان، حفاة الطالبان استطاعوا أن يهزموا أمريكا ويطردوها من أفغانستان بطريقة مذلة ومهينة. كمان أزيدك من الشعر بيت، عندما أرسلت أمريكا أكثر من 160 ألف جندي للعراق، ماذا حصل؟ المقاومة العراقية أذلت أمريكا وأحدثت خسائر كبرى فيه، وشفنا ملاحم من المقاومة أو للمقاومة في الفلوجة وفي غيرها. فاضطرت أمريكا في نهاية المطاف أن تنسحب وأن تهرب وأن تنهي وجودها في العراق بعد أن خسرت 6 تريليون دولار على الأقل، وعندها أكبر سفارة في العراق. فعلينا أن يكون نفسنا طويل جدا. طالما هناك مقاومة، طالما هناك إرادة، فسيتم التصدي لأمريكا وهزيمتها وتدمير إسرائيل من خلال الصواريخ. ستأتي صواريخ من اليمن، وستأتي صواريخ من العراق، وستأتي صواريخ من لبنان، وستأتي صواريخ من سوريا. هذه كلها وين حتروح الصواريخ؟ وإلى متى ستظل في المخازن؟ هذه هي احنا يجب مثل ما قلت الثقة يجب أن تكون عالية، أن لا نخاف أبدا من أمريكا. الفيتناميون لم يخافوا من أمريكا، العراقيون لم يخافوا من أمريكا، الأفغان لم يخافوا من أمريكا. وهذه حرب، وحرب ستطول، لكنها لن تنتهي بانتصار أمريكا ولا بانتصار إسرائيل. وعلينا في العراق وفي أفغانستان خير الأمثلة.